السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. طلب مننا إننا نعمل زيارة لسكن مصر مدينة الإنتاج الإعلامي اللي موجودة معانا على الخريطة دلوقتي، فقررنا إننا ننزل على أرض الواقع ونقيم المشروع بيقع جنب سوق الجملة، وبيقع على طريق الواحات في مكان مميز وفي منطقة مميزة جدا في مدينة حدائق 6 أكتوبر على طريق الواحات. أول ميزة في المكان تكاتف كل السكان علشان يعملوا سور حديد بجوار السور الشجري. ثانيا، المكان فيه سوق تجاري أو منطقة تجارية ابتدى يكون فيها صيدلية ويكون فيها محل خضار ويكون فيها أكتر من محل. ثانيا، وجود مدرسة مع أساس للتعليم الأساسي بجوار السنتر، حاجة من الحاجات اللي بتشجع الناس اللي يروحوا هناك إن يكون في مدرسة. رابعا، وجود مسجد تكاتف كل السكان ان هم يتبرعوا علشان يعملوا المسجد ويستكملوا بناء المسجد زي ما احنا شايفين مع بعض. موقع المكان في قمة التميز في مدينة حدائق 6 أكتوبر بوجوده جنب سوق الجملة، ويعتبر على طريق الواحات مباشرة في منطقة مميزة. من أهم ما يميز المكان إلى إن هو دلوقتي بقى فيه نسبة إشغال عالية جدا في جميع الأماكن وفي جميع العماير، بقى فيها نسبة إشغال بشكل كبير جدا. الموقع ده تم الطرح فيه أول مرة في سنة 2017 مع بداية إعلان سكن مصر كمرحلة أولى، والموقع ده في مدينة حدائق أكتوبر كان ليه 1425 وحدة سكنية من ضمن المرحلة الأولى اللي تم طرحهم لسكن مصر. وطبعا المكان كله يعتبر جميع الوحدات تم تسليمها من الجهاز، فحتى الآن مش هتلاقي العدد قليل من الوحدات اللي لم يتم تسليمها، ودي هيكون لها ظروف خاصة. المكان لما نزل في طرح جديد مرحلة تانية ومرحلة تالتة ما كانش ليه أي نصيب من المرحلة الأولى من المرحلة التانية أو المرحلة التالتة، فده معناه إنه هو خلص كله كمرحلة أولى. اللي احنا شايفينه قدامنا ده تعتبر المنطقة المركزية أو الحديقة المركزية لسكن مصر مدينة الإنتاج الإعلامي، وتعتبر متنزه طبيعي للمكان، وتعتبر أحد أهم مميزات المكان هو وجود المتنزه الطبيعي بالشكل ده، اللي يعتبر من أكبر الأماكن الخضراء اللي موجودة في سكن مصر في جميع المشاريع على مستوى الجمهورية.